بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا هشرح لك دلوقتي اول درس ازاي تعمل الاسطوانة بوت وتشتغل معاك على جميع الاجهزة سواء الحديثة او الاجهزة القديمة. تمام. الاجهزة الحديثة بتكون جي بي تي، الاجهزة القديمة بتكون ام بي ار. تمام كده. طيب اول حاجة في كذا برنامج تقدر تحرق بيه الفلاشة بتاعتك وتخليها ام بي ار وجي بي تي ويشتغلوا عادي والدنيا جميلة. تمام. هبدأ اشرح لك على الاساسي على اي جهاز، هو برنامج الترا ايزو. تمام. لما بتفتح الاسطوانه زي كده، طبعا الملف بيكون مضغوط الاول ونرار زي كده، بتفك الضغط بيظهر لك الملف زي كده. تمام. على علامه الالترا ايزو. بعد ما بتثبت الالترا ايزو طبعا بيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده بدون ما تلعب في اي ملفات. هنا تروح داخل على قابليه الاقلاع. تمام. وبعد كده كتابه تصوير كورس تضغط عليها، وبعد كده بتختار الفلاشة بتاعتك، بتركب الفلاشة. طبعا الفلاشة عندي 63 جيجا، 64 يعني. فانت كل اللي هتعمله انقل الداتا بتاعتك الاول منها، بحيث ان انت ما تجيش بعد كده تقول انا محتاج الداتا اللي كانت موجودة وكده. يعني انقل داتك الاول قبل ما ايه، قبل ما تفرمط الفلاشة، لان هي كده هتتفرمط الفلاشة معاك. تمام. الخيارات دي ما تعملش فيها اي شيء، تسيبها زي ما هي. يبقى احنا كل اللي احنا عملناه قابلية الاقلاع، كتابة، تصوير كورس كده. تمام. هتشتغل معاك كده. اختار الفلاشة بتاعتك وتأكد من اسم الفلاشة بتاعتك، وبعد كده هتعمل كتابة. ده اللي انت هتعمله. واذا ظهرت قدامك رسالة هتضغط عليها يس وتسيبه لحد الاخر لحد ما يخلص. كده هتشتغل معاك ام بي ار وجي بي تي. دي كده اول طريقة. تمام. الطريقة التانية لعمل الفلاشة بوت، كده احنا خلصنا ده. تعالى نشرح لك على الفينتوي. فينتوي هتعمل كده، هتفتح البرنامج زي كده. تمام. وتختار الفلاشة بتاعتك، تتأكد ان الفلاشة بتاعتك هي اللي ظاهرة هنا، مش اي حاجة تانية ولا هارد خارجي ولا حاجة. تمام. وتختار من اوبشن، لو عايز تغير اللغة غيرها من هنا عادي العربي براحتك. المهم اوبشن، وبعد كده بارتيشن ستايل، وتختار جي بي تي او ام بي ار على حسب اللي يعجبك. قول نختار ام بي ار زي كده. تمام. بعد ما تختار ام بي ار هتعمل انستول. تمام. بعد ما تضغط على انستول هتلاقي الشريط مشي هنا معاك على طول. خلاص عمل الانستول بتاعه وفنش. بعد ما يفنش على طول هتدخل من هنا كده بارتيشن ستايل وتختار انا مش فاكر الخيار اللي احنا اخترناه الاول كان ام بي ار، هتختار بعد كده جي بي تي. تمام زي كده. وتضغط هنا على كلمه ابديت، هتلاقي الفلاشه اتعملت بوت معاك وتشتغل ام بي ار وجي بي تي الاثنين، لانك هتلاقي مكتوب هنا كده جي بي تي وهنا ام بي ار، او العكس صحيح، يعني هنا جي بي تي وهنا ام بي ار. دي كده الطريقه الثانيه ببرنامج فينتوي. تمام. طيب الطريقه الثالثه لعمل الفلاشه برضه بوت وتشتغل معاك ام بي ار وجي بي تي من برنامج رافس. تمام. بتضغط عليه دبل كليك، وبعدها تختار الفلاشه من هنا وتاكد ان فلاشتك هي اللي ظاهره هنا مش اي حاجه تاني. تمام. من سيلكت من هنا كده، وتختار الاسطوانه بتاعتك اهي. اخترتها كده خلاص. بتضغط على الكيبورد، بتضغط على الكيبورد على زرار الت وحرف الاي، حرف الاي. تمام. اللي هو حرف الثاء باللغه العربيه. طبعا انت هتختار باللغه الانجليزيه الت وحرف الاي. تمام. ظهر معايا هنا كده بايوس اور يو اي اف اي. تمام. معنى كده انها هتشتغل ليجسي اللي هو الام بي ار، وهتشتغل يو اي اف اي اللي هي الجي بي تي. تمام كده يا حبيبنا. كده هتشتغل معاك الاثنين. ما تلعبليش بقى هنا، مالكش علاقه بدي خالص، سيبها زي ما هي. هنا لو عايز تغير الاسم براحتك هيظهر لك هنا الخانه دي. الخانه دي مسؤوله عن نوع التقسيم بتاع الفلاشه. الاساسي بتاع البرنامج بيكون فات 32. تمام. الاختيار التاني ده طبعا الاولاني ده فيه عيوب. ايه هو العيوب؟ العيوب ان انت مش هتقدر تنقل داتا على الفلاشه يكون حجمها كبير زي مثلا الويندوزات مثلا زي كده، او اي مساحات كبيره زي مثلا كده. تمام. مش هتقدر تنقل حاجه كبيره زي كده. فاهمني؟ فايه الصح سيادتك؟ الصح يا باشا ان انت تخليها
NTFS زي كده، وبعد كده تضغط على كلمة ستارت واوكي. بعد كده هتلاقيه عمل لك الفلاشة بوت، خلص التحميل، وبعد كده يظهر لك هنا done او ready، يبقى كده الفلاشة جاهزة. تمام. طيب في طريقة تانية انت ممكن تعملها، ايه هي؟ بص يا جميل، نفس الطرق اللي فوق دي زي ما هي، وهنا تختار فات 32 اللي هي الاساسية اهي، وتختار ستارت واوكي، وبعد كده يظهر لك هنا التحميل شغال قدامك والدنيا جميلة. تمام. طب انا كده يا عم احمد 64 جيجا مش هعرف استفيد من المساحة بتاعتها، هل ده هينفع؟ لا مش هينفع. نعمل ايه بقى يا حبيبنا؟ هحط لك برنامج بارتيشن ويزارد برضو في صندوق الوصف، وفات 32 صح كده. طيب المفروض بقى سيادتك عشان تضحك عليهم تعمل كليك يمين هنا كده، والموف اللي هي ايه التحجيم، وتنزل هنا كده لحد مثلا خليها 2 جيجا مثلا زي كده، 2 جيجا اهي. تمام. وتضغط اوكي. الباقي ده انت تقدر تحجمه وتخليه NTFS زي كده، تكتب مثلا هنا كده داتا. تمام. بعد ما تكتب هنا داتا اضغط اوكي. خلاص كده بقى عندك هنا ده للبوت ملناش علاقة بيه، وعندك هنا ده للداتا بتاعتك. تمام. طبعا البوت موجود هنا خلاص، احنا نقلناه وعملناه بالبرنامج. تمام كده. هتقدر سيادتك تعمل تريكايه تانية، كليك يمين هنا وتختار فين اهي هيدن بارتيشن. تقدر تخفي البارتيشن خالص كأنه مش موجود اساسا، يعني محدش يشوفه ولا يدخل فيه فيروسات ولا حاجة، وتضغط بعد كده هنا على ابلاي. تمام. واوكي. هتلاقي ايه عمل لك الفلاشة بوت و2 بارتيشن. تمام. واحد خاص بالبوت وواحد خاص بالداتا بتاعتك تنقل عليه الويندوزات براحتك. ده ان تي، ده فات 32، وده NTFS. تمام كده. ده كده شرح كامل لبرنامج رافاس. تمام كده. طيب نقفل دي ونشوف ايه تاني. هتدخل بعد كده لو حابب ان انت تشتغل بيه على اجهزه MBR فقط لا غير، تدخل ببرنامج وين سيت اب كده اهو، والاصدار ال 64 او ال 32 حسب النظام بتاعك، وتضغط دبل كليك. تمام. وتختار الفلاشه بتاعتك من هنا، لان هي بيعتمد الفلاشه دي كانها ويندوز 10 او 11 من هنا. تمام كده اهو. وتختار الايه الويندوز بتاعك يا حبيبنا زي كده، ومن هنا ادفانسد، وتختار القائمه دي خاصه بتغيير الاسماء. تمام. لو انت حابب تضيف كذا اسطوانه وتسميها، يعني يظهر معاك في البوت اسطوانه كذا واسطوانه كذا واسطوانه كذا، نظام مالتي بوت، بس دي هتشتغل MBR فقط لا غير. تمام كده. هتشتغل معاك MBR فقط لا غير. تمام. وتضغط هنا على ابلاي على جو، هيدي لك الاسم، اكتب بس اول اسم يكون اسم صغير ويندوز 10 مثلا BE، وبعد كده الاسم التاني هيظهر لك، اكتب الاسم كامل براحتك، من 10 حروف من 20 حرف هيقبل معاك عادي. تمام. وبس ده كده شرح للوين سيت اب فروم USB. تمام. بس ده MBR فقط لا غير ما تنساش. انما ده الفينتوي والالترا ايزو والرافاس دول GPT. تمام كده. طيب تعالى بقى ايه، وده برضو الالترا ايزو شرحناه GPT. طيب في تريكايه تانية احلى من كل القصص دي، ايه هي؟ في عندي هنا ملف البوت، وفي عندي هنا البرنامج الصغير ده. البرنامج ده نسخه مصغره من الترا ايزو. تمام. بنضغط عليه دبل كليك زي كده. تمام. هو ما ينفعش يتفتح لو انت فاتحه قبل كده، ما ينفعش يتفتح مرتين، واخد بالك من دي؟ فانت بتضغط هنا كده على يس. تمام. هيظهر لك هو دلوقتي نسخه مصغره من الالترا ايزو. تمام كده. هو طبعا باللغه الروسيه، فانا جاهز عشان مش روسي فمش هيظهر معاك اللغه زي ما انت شايف كده. تمام. اهم شيء في كل ده يكون الايزو بتاعي موجود جنب الملف. تمام كده حبيبنا. هتختار هنا الفلاشه بتاعتك اهي، وتتاكد من ظهور الفلاشه هنا. تمام. دي خليها زي ما هي على هذا الخيار. تمام. لان الخيار ده هو اللي هيخليها تشتغل معاك على جميع الاجهزه MBR و GPT. تمام كده. ويقراها لك كانها فلاشه وهارد ديسك على حسب بوت الجهاز نفسه. تمام. خلي ده زي ما هو، مالكش علاقه بيه خالص، وما تضغطش على اي حاجه هنا خالص الا دي كده. وبعد كده اوكي او انتر، هتلاقي الشريط مشي هنا كده معاك لحد ما اخلص للاخر خالص.
ووقف على كده، تروح قافل من هنا. خلاص كده الفلاشه بتاعتك بوت جي بي تي وام بي ار. تمام كده يا حبيبنا. طيب تعالى نفترض طريقه تانية خالص تكون بعيد خالص عن برامج البوت عامه. تمام. وبعدها هنفرمت الفلاشه خالص خالص، ديليت اهي. انا كده اعرفك ازاي تعمل الفلاشه بوت من غير خالص ما ترجع للبرامج بتاع البوت اللي انت عارفها. تمام. اول حاجه هنا كده ريبيلد ام بي ار، ريبيلد ام بي ار اهي. تمام كده ريبيلد ام بي ار. هنا كده كليك يمين كاريت، وتختار هنا فات 32 وتكتب مثلا هنا وليكن اي اف اي. تمام. حجم الفلاشه بتاعتك او حجم البارتيشن بتاع البوت خليه 2 جيجا مثلا. تمام. وبعد كده تختار اوكي. خلاص ده كده تمام. تمام. ده هيكون للداتا. هنا كده حبيبنا هتكتب مثلا داتا وبعدها تضغط هنا اوكي. بعد الاوكي كده خلاص احنا كده خلصنا. المفروض انك تضغط على ده كده كليك يمين سيت اكتف، سيت اكتف. تمام كده. بعدها تضغط هنا كده اوكي او لاي وبعد كده يس. هيعمل لك الفلاشه بوت. تمام. عشان تكمل التركية بتاعتك ديت صح ويبقى انت حميت البوت بتاعك ومفيش اي حد يقدر، مفيش اي فيروسات يعني تقدر تدخل في الاسطوانه بتاعتك وتبوظ لك البوت لودر والبوت بتاعها وكده، هتعمل ايه يا حبيبنا؟ هقول لك دلوقتي. طبعا عقبال ما يخلص التقسيم بتاعه هتدخل هنا على الاسطوانه كليك يمين ومثلا بالوين رار او بالالترا ايزو او بايا كان. تمام كده. وهتعمل اكستراكت فايلز على ايه؟ على الفلاشه. طبعا الاي اف اي انت ممكن تغير الاسم البوت، فاهمني؟ اي اسم براحتك. هتختار الاي اف اي كده وتضغط هنا اوكي. هتلاقيه راح ايه رمي لك الملفات بتاعه الفلاشه اللي جوه دي كلها كده، هيرميها لك كلها على فين؟ على هذا البارتيشن اللي هو اصلا بتاع البوت. تمام. طيب بعد ما يخلص نقل ايه اللي يتم؟ اقول لك يا حبيبنا. هتدخل هنا كده عشان تخليها ام بي ار وجي بي تي. شايف البرنامج ده؟ دبل كليك كده وتختار من هنا. هو هنا جايب لك الفلاشات والهاردات بتاعتك. ركز في دي لان انت ممكن تبوظ الدنيا للجهاز بتاعك انت وتبوظ البوت بتاع جهازك. ده الهارد ال1000 اللي عندي وده الهارد الام 2 500 ودي الفلاشه 64. اضغط عليها بعد كده اختار هنا واختار اخر خيار. اخر خيار ده بيعمل لك بوت لودر او حقن ام بي ار للايه؟ لجميع الاجهزه القديمه والجديده. تمام كده يا حبيبنا. تضغط انستول وتختار الاصدار السادس ده كده اوكي. خلاص كده الفلاشه بقت ام بي ار. تعالى بقى نعملها جي بي تي من هنا كده وتختار البوت ميجر ده. الخيار ده لازم اساسي. لو تلاحظ هو هنا اختار الفات 32 وال2 جيجا اوتوماتيك من نفسه. تمام. اعمل انستول اوكي. جاب لي كده ان تم عمل التغيير بنجاح. تمام كده. طيب لو جات لك رساله تانية غير دي ايه اللي يحصل؟ هتقسم الفلاشه من الاول وجديد ببارتيشن ويزرد وتعيد الشرح من تاني وتمشي بنفس الطريقه اللي انا قلتها. كده الفلاشه هتبقى معاك جي بي تي وام بي ار على هذا الشرح. كفايه كده لان احنا كده دخلنا في تلت ساعه، بس انا كده اديت لك الطرق الاساسيه اللي هتشتغل معاك. تمام. في تريكات تانية بالنسبه للفينتوي. بالنسبه للفينتوي ده بعد ما تعمل فلاشه بوت تقدر تنقل كل الايزوهات اللي عندك وتحطها على الفلاشه زي كده في الداتا هنا مثلا، وتنقل الويندوزات اللي عندك كلها 10 و11 و12 وتحط 15 اسطوانه صيانه بتاعتي على بتاع مثلا سعيد، على مثلا سيرجي، على كي تي في، على ام سي، على مش عارف مين، براحتك. تمام. اسطوانات كتير حط كله هنا واشتغل معاك كله ام بي ار وجي بي تي. معلش انا اسف ان انا طولت عليكم شويه، بس والله ده شرح انا بديك المفيد، شرح كامل للقصه كلها. وفي امكاني اجيب لك برامج هنا تانية تعمل لك بوت، بس انا بحاول اديك المفيد اللي يفيدك فقط لا غير. تمام كده. بس دي كده شرح طريقه عمل الفلاشه بوت على جميع الاجهزه. واسف على الاطاله. لو في عندك اي تعليق ولا اي حاجه انا نسيتها قول لي عليها اعملها لك في الايه، اشرحها لك باذن الله بعد كده. السلام عليكم.